السلام عليكم. احنا ناس برسمكم بارتاجيو الفيديو هذا نحبوا يوصل برشا عباد. انا راني انسان حقاني ياسر، كل واحد نعطوه حقه. نعملوا في الريشيرش انا وخوياني التوانسه الحرين ورجال تونس، نعملوا في الريشيرش نلقاو الطفله هذه عندها فيسبوك منزله التصوير هذه نتاع سيد الرئيس مهبطه على الرئيس دوله، ومن بعد بفتره سمعنا بها مشات للجزائر وصارت لها القضيه هذه، ومن بعد بريود نراو في ليله الشابي وجلال البريك قاعدين يجريوا ويمشيوا للتجمع باش يمشيوا يلموا في الفلوس في التيك توك اللي هم يحبوا يعملوا محامي للطفل هذه ويحبوا يعملوا مظاهره في تونس على خاطرها كذا. معناها احنا في الاخر كشعب تونسي فايقين من انصار سيد الرئيس بطبيعتنا احنا باش نكونوا عيالنا عليكم، ومن انصار سيد الرئيس باش نكونوا عيالنا عليكم، باش نقعدوا نتبعوا فيكم وما نرقدوش الليل خاطر باش نعملوا الريشيرش ياسر. وفهمتني والحمد لله الباجات نتاعكم الخماج هذه الصفحات المهجوره اللي قاعدين تعملوا فيها ضد الدوله وضد الواحد. انا حتى الفيديوهات هبطتها مع الطفله وانا ندافع عليها مش باش نفسخها، ما تعرفش علاش، على خاطر كي هبطت بقلبي بحكمي هي تونسيه حره وعباره اختي وخفت عليها بالرسم ووجعتني. اما كي نغزر انا توا هكا في الفيسبوك بتاعها الاوفيسيال باش تقولوا صدفه ولا مركبه برا، ادخلوا شوفوا الفيسبوك هذا بتاعها وشوفوا قداش عنده فيسبوك بتاعها مستعمل، وشوفوا الفيسبوك هذا قداش عنده اللي هم تستعمل فيه، وبتصورها لقدام وبتصورها جدد وبتصورها بالدنيا الكل. معناتها اغزر يجي لكم حاجه من غير ما تلعبوا لنا فيها لغه ضحيه. وتحيه تونس، واحنا رجال تونس ونساء تونس ورانا الرئيس ومالناش باش نخليوكم وماكمش باش تمروا ومهما تعملوا. تفضلوا خويا شوفوا الحقيقه نتاع الانسان هذه اللي تحكيوا عليها. صحيح هي كانت ظلمت تو القضاء ياخذ حقه، اما لكن شوفوا بالله اللي شهي مهبطه على رئيس دوله رئيس جمهوريه التونسيه نتاعها، باش هي بعد مشات للجزائر وعملت هذا. نلقاو ليلى الشابي داخله في الموضوع، نلقاو جلال البريك داخل في الموضوع. من وراك يا انت يا فتاه؟ من وراك؟ عاود حبيت نحكي معاك ونعرف يصير هجوم عليه. اجاو اخواتي التوانسه الفيديو هذا بالذات وعملوا له بارتاج وخلي يوصلوا على خاطر راهو فما برشا مؤامرات على الدوله وعلى انه هما جيست باش يعملوا فتنه بين الجزائريه وبين التوانسه وباش يعملوا مشاكل وباش يعملوا لغه المظاهرات ويكبروا المشاكل اللي هي اكبر فتنه قاعدين نعمل فيها. الصفحات المهجوره هذه رد بالكم منها يا اخواتي تحصلوا فيها، منهم جلال بريك وليلى الشابي هذوما الزوز، رد بالكم منهم الزوز هذوما. وتحيا تونس. كلنا دنيا. هاد الشابة التونسية هذه اللي تعرضت لما تعرضت إليه في الجزائر، خاطر فما برشا جزائريين في السجن متاع تونس وبرشا توانسة في السجن متاع الجزائر، وهذه معروفة زادة. فاهمين؟ أصلا أنا نحب حاجة نفهمها. طلعت العبيد تحكي وبلا وبلا والجزائر وتونس، ايش مدخلكم؟ انتم ايش مدخلكم؟ تونس والجزائر باش يحلوها الموضوع، باش تبقاو انتم هكا، باش تبقاو انتم تتفرجوا. ايش مدخلكم؟ بالرسمي ايش مدخلكم؟ كان جيتوا تتدخلوا بالحسنى، كان جيتوا تقولوا في كلام معقول، مرحبا يتدخلوا يا خويا. اما انتم تتدخلوا في بكلام ما يجي شيء، تزيدوا كان في تشعيل النار. هذاك شو شفتكم كان تشعلوا في النار. نحب نقول دنيا كانت تنجم تجيب حقها بالقانون، وانا نعرف، انا كنت في الجزائر ونعرف راهو القانون فوق الجميع. راك تغلط مهما كنت في حياتك، راك تغلط راك تخلص. يعني انتوما ما شفتوا الموضوع كان راهو ياما مسجونين ياما مواطنين من الجزائر مسجونين في تونس. علاه ما تكلمتوش عليهم؟ وبرشا مسجونين او برشا مواطنين من تونس مسجونين في الجزائر. علاه ما تكلمتوش عليهم؟ انا كفاد يا معاوي قديش من مره، قديش من